ساكن مرفيحة ولا آكل مرفيحة الحارات الجراجيش الحارات الجراجيش البيت دورا البيت دورا ولا والطيات ما فيش والطيات ما فيش ما فيش. يا لحظة بتلاقيني بهذا اللحن الجميل هذا. استمتع احاول اخرج عن المنطق. لا اريد لا تخرج والله ما عندي دخله يا من لا اريد ان اخرج عن المنطق لان انا انفعل. ايوه انفعني تروح تدري واحده بس. انفعل يفعل الشيء فعلا من فعل يفعله فعلا. ايوه فهو مضارع. لا اريد ان ندخل بالنحو اريد ان نكمل الفن. الصورة الجميلة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. شكرا على الرسالة ونواصل الحوار واللحن الجميل. تفضل. طيب الاخ الفنان انت من دمار وساكن دمار. طيب الاخ الفنان الحالة الاجتماعية كيف؟ الحالة الاجتماعية انا عزب يا لويت يا ليتي ما تزوج. نأسف عن هذا العزف القوي جدا وهو من اقوى العزبان الموجوده في ساحه الاقصى. اشري انا وقف على طول. ما فيش داعي خلينا عزف كبير واحد. طيب الاخ الفنان طيب الاخ الفنان كان هذا اغنيه يعني تتمنى ان تتزوج وفعلا سمعنا انك تزوجت لكن انا بلدي على العزبان يعني العزبان هؤلاء المساكين. ادي لك قصه يعني على ايوه قصه محزنه قصة عزب. ايوه قصة عزب نريدها يا حبذا يعني تدي قصة مؤثرة تأثر. يا حبذا لا قصتي قصة يتأثر العزبان او ما يعاني العزب. حكيم عادي اذا انا هالورق الحق يعني الورق دي حق. طيب انا سمعت ان الالحان في هذه الايام اصبحت متدهورة. لماذا؟ متدهورة نعم يعني اقصد اللحن الحضرمي الاصيل ربما هذا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. نعم هذا اللحن الاصل ودانا لدانا دان ودانا ايه عجبك انت؟ لا الدان جميل. ادي لك اغنيه على العزم. ايوه اغنيه يا ناس بحكي لكم قصة عزب وصل 30 سنة ولا خطط. يا ناس ذاق المرارة والتعب وكم تمنى يلاقي له نسب وكم تمنى يلاقي له نسب من الهموم والمشاكل والكرب قد صورة ساح جبار الحاطة. عشو جبار الحاطة تعرفه؟ ذيك فرس النحو. فرس النحو هو باللغة العربية فرس النحو. أما باللغة العربية فهو فرس النحو وباللغة اليمنية شبار الحطب. طيب هذه القصة نريد قصة أيضا أو أغنية سمعنا اللحن الجميل هكذا باللحن الصنعاني الجميل. ليش للعزبان يعني سمعنا أقرح قلبهم خميس وما خميس. أيه ليلة خميس كل مع حبيبه كل مع حبيبه وانا عذاب والعيزة صعيبة والعيزة صعيبة. يا ذي رفعت الشرط لك مصيبة الشرط لك مصيبة. أنا أتكلم على الحزن وأنت تريد أن اللحن أو نعقب على اللحن هذا الجميل لكن أنت ما انتش حق نعمة أنت. لا في حق ايش انا حق الواحد يأثر يعني في المجتمع. انا بقول يعني اللي هو ايش سبب العيزبة؟ ايش السبب؟ الحراك. انت متأكد؟ شكرا. هل لديك اجابة اخرى يعني؟ ايوه
ما يعني؟ غلاء البهور او الحراك او اختار واحدة يعني. افندي. اكيد الاجابة صحيحة، وهي مبروك. خاتم لوزردي. لو زردي. ايش تقول؟ لا زردي، لو زردي. طيب عفوا اعزائي المشاهدين عن هذه الخرجة، الخرجة الخارجة يعني على الموضوع. السهرة الجميلة. شكرا على هذا الخرجة. نواصل مع الفنان صاحب الصوت الجميل. شكرا. انا في الحقيقة طيب الاخ الفنان تكلمت عن حالتك الاجتماعية. ايوه. ده يا ترى امنيتك كيف يعني؟ امنيتك في الحياة، سمعنا ان لديك امنية في الحياة يعني، فيا حبذا لو تسمعنا شيء من هذه الامنية او دي اقرا الامنية حقي. ايوه قد رديتها مرة في شريط. ايوه ما هي. على شوقي مية شوقي وشوقي ينفع وشوقي ينفع على ورد الجزيرة كلها بلادي كلها بلادي والأمر لي كلها يطع ويسمع وينفذوا أمري أعوج وقادي أعوج وقادي لا لمسك يد السارق وافعل بها قطع هيا وافعل بها قطع. ردتوا معنا اي حاجة عادية ما مش فيها سياسة لا تخافوا. ايوه رد العادي. لا وقف البنك الذي بيطبع الذي بيطبع طبعه ورا طبعه لك يا حمادي لك يا حمادي لا والغاز والبترول بيعي وارفوع بيعي وارفوع وادعم بها الاصلاح الاقتصادي الاقتصادي وافتح مشاريع للبلاد وازرع بلادنا في الريف والوادي والبوادي هلا وافعل معاش للطفل ذي بيرضع ذي بيرضع ذي بيرضع انزل معك لا يومين ما قد لا يومين مع الارامل واليتيم نادي واليتيم نادي وعلم الابناء تعليمي ينفع اول سنه اتبع ثاني عدده ثاني عدده وزوج العزبان من اربع وخلي المسؤول ياكل زبادي ياكل زبادي حريري حلوك اكبر. طيب هذا اللحن الجميل فنان الاوتار يوزن الاوتار يعني ما شاء الله يقوم بوزن الاوتار. الله جميل جميل. لا على طول. هذا ولا هذا؟ ليه ليه؟ رفع ما طلع شيء. ايش فعلت؟ اتفضل. مشكلة يعني كيف يعني؟ لا في معنى خيرات موجود بديل. طيب الاخ الفنان بما انك فعلا غنيت على الجاد. ما شاء الله عليك ما شاء الله. ما هذه البداهة؟ انا عارف هذا يعني ذكي جدا لهذه الدرجة. حتى انا كنت اخرج الاول في المدرسة يعني تخرج ناجح. اخرج الاول في الاختبار من ذكائك الخارج. ما اناش حافظ شيء. في اتصال. الو اهلا وسهلا. البرنامج دقيقة مع فنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفنان معاكم. اطلع لا طيب الاخ المتصل الكريم تريد ان تكلم الفنان؟ ايوه نحاكم الفنان. تفضل حق الفنان. لو سمحت لو نزل صوت التلفزيون عندك. اخوك شو نعمل جهة. يلا تمام. خرج الجهاز يا ابو ذي. تفضل. ايوه خلينا نكلم الفنان. كلمه يا اخي. ما انا اشتاري هكذا يتعرض. تفضل. كيف انت يا فنان؟ والله بخير. كيف احوالك؟ والله وكيف الوالده؟ الحمد لله.
البرنامج. اولا انا حسبت ان انا عندي اتكلم في التلفزيون قوي. اختصر تمام. ايوه تختصرها انا عاجز. الدين لنا يعني باب من الاصدقاء. الدين الدفن. معك اصدقاء يظنكوا؟ الله يجنني الدين منهم شيء. اولا انت اللي ظنكتهم. لا هم ايش يفعل هذا الحين ايش يفعل لهم؟ الدين يعني جمعنا ما باب من الاصدقاء الذي هم لا عليها. معك اصدقاء ذا؟ ايوه. عند القوي صح. اختصر الاخ المتصل. مجدي اختصر. عاجلي هذا عجز مع هذا. خليتي لك على الاصدقاء. على ذروعي قال بعض الاصدقاء بلواه وانا من افعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى يدور صاحب العرضه ويتلوى والحصل يا مياد اهلا حيا وقوى اهلا حيا وقوى عاشق لي جيبك وقرشك كم يهوى الكان جيبك عطى الغدر ونزاد ضوى غدر ونزاد ضوى والصاحب المبوري يقول لك العدوى وصحبتي يا ضنا والله ما قرش تسوى والله ما قرش تسوى محرم قدر محرم خلاص الو في اتصال ثاني. الو السلام عليكم السلام. عليكم السلام. من المتصل الكريم؟ التلفزيون. من اين تتصل؟ التلفزيون. لا في معنا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. حقك الله خير. صوتك ما تفزع على نفسك وين مكلف يا مكلف. ها؟ انما هذه دنيا ضروري تغذى طلقه. لا وانا الي راجعون. ايوه اصبر المهم ابوها انما عندي نتاخذ قال لي بابا انا عندي طلقتين. لا حقكم الله خير هذا ماشي بنته. لا تستبدل علي تقتلها مجنون. طلقتين لا تتوسطك في الله طلقه وضعها يموت ارحموها يا كم من حي في مرامره واشتغل تقتلها. بنفهم يا بني ادم بقول لك قفل يا اخي. حانقه اي شو حانقه؟ ايوه ترجع تقتلها. رجل لا تستبدل عليك ونضرها وحاجه. ايوه طلقها. خلاص عفوا نشكر قصة انه طلقها. كسر خلاص. فنان يا اخي انا طلقت زوجتي واحنا كنا ضانكين. طلقتها وماذا؟ واحنا كنا غافيين. ايوه فما الفقر؟ لا ايوه ما الفقر؟ اجاوب انا طلقتها وانتم ضانكين. ايوه فايش عطلقها وانتم ترقصوا وانتم ضانكين. اذا فهي تحسب ثنتين طلقات. طيب نشكر المتصل الكريم. وانا اللي اتصل. الفنان صاحب النكتة نسيت ان اخبركم انه من محافظة دمار ويحب النكت ويعطينا. ادي لكم نكتة. لا يا حبذا يعني لو سمحت يعني. قالوا بتكبه واحد ولا اثنين واحد بيحكي نفسه محشش بيقول للحين انا وعدت واحدة الساعة 2 او لا وعدت 2 الساعة 1. يقول لك واحد ثاني سارق جاء لحد من البيت وهو مقلله ما يوم طلع سكتة لقي ذا السارق فزه وانه بيحدحد السكين وبيحاكي هدلا بيقول له ايوه انا الحين كيف افعلك؟ اقطعك لحم صغار او لافرمك او لا كيف اقتلك؟ الحين ما نشتري كيف افعل؟ وهو ساكت ضيق السارق قدو مفجوع. وولد ذي صاحب البيت سيح اباه انتو من؟ وابوه قال ما بحد رقد. ما السارق افتجع قال لا سارق يعني معك الكثير من النكت والكثير. طيب لو